اهلا يا اساطير. النهارده معانا حلقة جميلة جدا ومشوقة من الانمي الحلو بتاعنا، ويلا نبدأ الحلقة. وزي ما شفنا ان بلتاز اخد سكينة وقتل توماس ودخله اوضته، وبعد كده بنشوف ان نيسان واقف قدام باب اوضة بلتاز، وبعد كده بيدخل على بلتاز وبيلاقيه قاعد على الارض وجنبه جثة توماس. ساعتها بقى بيحاول بلتاز يبرر اللي حصل، وبيقول له انه حرامي وانه هجم عليه في الأوضة وخلص عليه وهو بيدافع عن نفسه. لكن نيسان بيقول له اوضتك مترتبة جدا ومفيش علامات تقول انها كانت بتتسرق لو اعتبرنا ان توماس كان داخل يسرقها. مع ذلك فضربتك بالسكينة في قلبه بالتحديد يقول ان هدفك الاساسي هو انك تخلص عليه، والسكينة اللي ضربته بيها شكلها غالي، وده معناه انها بتاعتك لان محدش من الفقراء هيقدر يشتري سكينة زي دي. لكن نيسان بيطمنه انه مش هيفضحه، وبيقول له انا مصدقك، لكن لو قلنا لحد انك كنت بتدافع عن نفسك مش هيصدقك. فبيقترح عليه نيسان يرمي الجثة في البحر بما ان محدش شافهم، وكده كده هم في نص الليل ومحدش هيلاحظ الدم في المية. بعدها بيشيلوا توماس هما الاتنين وبيرموه في المية، لكن اصحاب نيسان بيكونوا واقفين تحت الأوضة وبيمسكوا توماس قبل ما يقع في المية. وتاني يوم بنشوف بلتاز قاعد في كابينة الأغنياء وبيتفرج على عرض الباليه. وبعد العرض الأول بيدخل نيسان الأوضة وبيسأله لو متأكد إن هو اللي خلص على توماس. فبيقول له بلتاز احنا اتفقنا نخلص الموضوع سر، وكمان رمينا الجثة مع بعض في المية. فبيديله نيسان منظار وبيشاور له على واحد قاعد وسط الناس في المسرح، وبيتفاجئ بلتاز انه توماس قاعد وسط الناس وما ماتش. فجأة بيستأذن منه بلتاز وبيجري بسرعة ناحية المسرح علشان يمسك توماس، لكن بيتفاجئ ان توماس اختفى ومش موجود في الكرسي بتاعه. فبيسأل واحد من الناس عنه، بيقوله انه مشى ناحية بدروم السفينة، وبينزل بلتاز بسرعة ناحية البدروم وبيتفاجئ بجثة توماس والسكينة مضروبة في قلبه زي ما سابه امبارح. فبياخد السكينة وبيفضل يضرب فيه علشان يتأكد انه مات. فجأة بيؤمر نيسان رجالته يرفعوا خشبة المسرح، وبنعرف ان نيسان حط جثة توماس على خشبة المسرح اللي بتترفع، ونور المسرح بيتوجه ناحية بلتاز، والناس كلها بتشوفه وهو بيضرب توماس بالسكينة علشان يخلص عليه. وبيتأكد الناس ان الشائعات اللي منتشرة عن بلتاز صح، وانه بيخطف الناس في الغابة وبيخلي الكلاب تجري وراهم وبعدها بيصطادهم بالبندقية. وبيتخانق بلتاز مع واحد من الأغنياء وبينط عليه من على خشبة المسرح بالسكينة، لكن الراجل بيضربه وبيوقع منه السكينة، وبيهرب بلتاز في الطريق زي ما كان بيخلي الناس تهرب منه في الغابة. في الناحية التانية بيطلع الراجل اللي قبله نيسان وكان عنده قوة ملاحظة، وبيمسك الجثة فبيلاحظ إنها ميتة من فترة والجثة متخشبة. وبنشوف بلتاز وهو طالع فوق أعلى حتة في السفينة علشان محدش يقدر يقبض عليه، وفجأة بيضربه موران بالقناصة في رجله فبيقع في المية وبيموت غرقان. وبتوصل السفينة تاني يوم لهولندا، وبينادي الراجل على نيسان وبيحكي له عن ملاحظته في جريمة القتل، وبيقول له إن الجثة كانت متخشبة، وده معناه إنها ميتة بقالها أكتر من 15 ساعة على الأقل. لكن بالرغم من كده بلتاز ما أنكرش إنه خلص عليه، ووقف قدام الناس وقال إنه فقير ولازم يموت، وده معناه إنه عارف إنه خلص عليه بنفسه. لكن إيه اللي هيخليه يرجع يضربه بالسكينة تاني وهو مخلص عليه قبلها بيوم، إلا إذا كان شاكك إنه لسه عايش؟ وده معناها إن في طرف تالت وهو اللي خلاه يشك في كده، وبكده يبقى السفينة كلها كان متخطط تحصل فيها الجريمة دي من قبل ما تطلع من لندن. لكن نيسان ما بيلاقيش كلام يقوله غير إن هو يهنيه على ملاحظته القوية، وهو قبل ما يركب العربية بيسأله عن اسمه، فبيقول له اسمي شارلوك هولمز.